الاخوه اللي ورا جالسين ورا في محلات هنا بيقدروا يحكوا بالمائده. اخواني اللي جالسين ورا في متسع هون، في متسع هون. اصحاب المعالي والسعاده، نوضروا بك للسوري ام اشراف موسيقى كونديليدن ام حتى يعني عم بيجي حتى حد كيما كاريو سيركفتني كيفاش بينا ليش؟ صاص اعداء المساله الفقهيه دخلوا علينا على حطوا لنا ميوت اول لو سمحتوا، ميوت اول. ميوت اول لو سمحتوا. شوي خلاص القبولة والبحث عن مشوش علينا هذا. أصحاب المعالي والسعادة، أصدقاء الأفاضل، الصديقات الفضليات، أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا وسهلا بكم بمستهل هذا المؤتمر الذي نخصصه لتناول العلاقة العربية الكردية من مختلف جوانبها وأوجهها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. هدف المؤتمر Recording in progress. يختصر بكلمتين اثنتين جاءتا في عنوانه: المستقبل المشترك. أما الطريق للوصول إلى هذا الهدف فقد تضمنه واستبطنه العنوان كذلك: الحوار. ليس هذا هو المؤتمر الأول العربي الكردي ولن يكون الأخير. مئات إن لم نقل آلاف المؤتمرات التي نظمت في هذا السياق في غير عاصمة ومدينة عربية وكردية، لكنه من أسف كان حوارا عفويا تلقائيا لحظيا عملته ظروف واشتراطات اللحظة السياسية الراهنة، ولم يكن حوارا مؤسسيا يبني على ما سبق ويمهد لما سيلحق. لم يتمأسس الحوار العربي الكردي يوما، ولكن هناك بشائر وإرهاصات تشف عن وعي متزايد بأهمية هذا الحوار وإدامته ومأسسته. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نسمح بتفشي حالة سوء الفهم والتفاهم وسيادة الصور النمطية لأحدنا عن الآخر. فنحن أبناء منطقة واحدة وتاريخ مشترك فيه الكثير من الصفحات البيضاء. تقاطعت طرقنا كثيرا، اتفقنا وافترقنا، ولكننا كنا نبني دوما على المشتركات النابعة من أننا أو من كوننا أبناء هذه المنطقة وشعوبها وأممها المؤسسة. لا بديل عن الحوار والتثاقف سوى التباعد والكراهية والبغضاء، ولعل هذا آخر ما تحتاجه هذه المنطقة الملتهبة بالنزاعات والصراعات منذ سنوات طويلة، ولا يفسح الأفق لكثير من فوارق الأمل
في ظل استمرار مسببات هذه الصراعات والنزاعات، وفي بعض الأحايين تفاقمها. وحين نتحدث عن حوار عربي كردي لا يفوتنا أبدا أن هذه المنطقة تعود أساسا لأمم 4 أساسية ومكونة لتاريخها وحضارتها وراهنها ومستقبلها، وأعني بها العرب والكرد والفرس والأتراك. قبل عن تلاقي هذه الأمم 4 حين افترقت رأينا ما الذي حل بهذا الإقليم من نزاعات وصراعات وحروب ما زالت صرخات ضحاياها تدوي حتى هذه اللحظة بين جنبات مدننا وعواصمنا، وكانت أكلافها البشرية والإنسانية باهظة للغاية. سياسيا يأتي انعقاد هذا المؤتمر في لحظة فارقة، فالمنطقة غادرت عشرية الدم والنار التي تسببت فيها الثورات المضادة لثورات الربيع العربي، بخلاف ما يقال أنه كان ربيعا أسودا وداميا وأن المسؤول عن كل هذا وذاك هو الشعوب العربية التي خرجت انتفاضات وثورات ضد المستبدين والفاسدين. من تسبب بكل هذا الخراب في منطقتنا هي القوى المضادة لهذه الثورات والانتفاضات التي أرادت بالدم والنار أن تقنع شعوبنا بأن لا بديل عنها لديها سوى الاستكانة للظلم والفساد والاستبداد. ومن يصر على اتهام شعوبنا وشبابنا بالعشرية الفائتة بالمسؤولية عما حصل عليه أن يطرح على نفسه صادقا ومخلصا السؤال التالي: هل كان لدى هذه الشعوب ما تخسره سوى قيودها وأغلالها قبل أن تخرج إلى الشوارع مطالبة بالعيش والحرية والكرامة؟ هل أبقيتم نافذة لها للهواء الطلق أو النسيم العليم طوال 30 أو 40 عاما من الركود والفساد والاستبداد؟ لم يكن الأمر خيارا، كان اضطرارا بكل ما تعنيه الكلمة، ولأنها كانت إشارة بدء لتغيير تاريخي كبير يلحق هذه المنطقة بموجات الربيع الديمقراطي في العالم. ارتعدت الفرائص وتحركت الغرائز واختلفت القوى واستخدم المال وجند الظلاميون من كل أصقاع الأرض حتى لا تقوم قائمة لشعوب هذه المنطقة. ولكن الربيع العربي مهمة لم تنتهي، فما زال على جدول أعمالها الكثيرة لتنجزه، والشعوب العربية أثبتت أنها شبت عن الطوف وأنها غادرت وإلى الأبد ثقافة الخوف والذعر والانكفاء والاستنكاف. ولهذا رأينا موجات متعاقبة تضرب في الجزائر والسودان وفي العراق وفي لبنان وفي غيرها بالحبل على الجرار. 10 سنوات عجاف تميزت بالعسكرة ونشر الجيوش والقواعد وزرع المنطقة بالميليشيات والمرتزقة وحروب الوكالة، أنهكت الجميع بلا استثناء، أنهكت القوى المنخرطة فيها بلا استثناء. بدأنا نشهد بحالة من السيولة بين المحاور الإقليمية المتصارعة والمحتربة،
حالة تفتح الباب والأفق معا، ربما أمام مستقبل آخر، ولكنها في بداياتها بعد، ولا نعرف كيف سترسو سفنها وأين. الذين تحاربوا على أرضنا وفي أقطارنا وعلى حسابنا وبأدواتنا وبدماء شعوبنا ينفتحون اليوم بعضهم على بعض. نرى تركيا تستأنف علاقات، ونرى السعودية تحاور إيران، ونرى الإمارات تبرم اتفاقات أمنية وتجارية ضخمة مع إيران، ونرى حراكا إقليميا لا نعرف كيف يستقر. فإذا كان الرسميون في دولنا وأقطارنا يفعلون ذلك، فالكثير علينا أن نلتقي كشعوب، كنشطاء، كمثقفين وفاعلين في مجتمعاتنا، في حوار حقيقي يقرب ما بيننا ولا يباعد. أرى المؤتمر يندرج في هذا السياق، وأراه بداية لحوار عربي كردي يتسع نطاقه وتتسع دوائره، يشمل أمما ومكونات أخرى.